ربع المتين خلص. اهو كده. طب نخش سواريه. لا يا امير لا، لازم اروح في الميعاد عشان بعدين مره ثانيه ما يحسبنيش التذاكر. اذا كان كده لازم نعمل حساب الجيات. طبعا لازم نعمل حساب الجيات لحد ما تحسن ظروفنا، لا نحتاج لتذاكر سينما ولا حاجه. مسير يجي اليوم ده امتى بقى يا امير؟ انت مش قلت لي انهم وعدوك بشغل في مكتب برهان بيه؟ رحت فعلا وامهلوني لقدام، ومع ذلك انا مش نايم ببحث عن عمل ليل ونهار. معلش، كل شيء في اوله صعب. مين يعني ابتدى يشتغل بالسهوله؟ على رايك انا مش حامل هم ابدا ما دام تذاكر السينما بتضمن مقابلتنا مع بعض. خلاص لحد ما نتحصل على تذاكر الجواز. تصبح على خير بقى يا امير. استني ما قلتليش ميعاد المتين الجاي امتى؟ بكره ما فيش، بقى بعد بكره. بعد بكره مش بعيد. لا لا ابني، علشان الحكايه تمشي معقوله. تصبح على خير. ضحى، مش عارف كنت عاوز اقول لك ايه. كمان واحد. بعد بكره. كويس كده؟ كويس ايه؟ مش تفتح؟ مين يا هانم اللي يفتح، انا ولا انت؟ انتوا ايه ماشيين في الشارع سكرانين؟ ولما حضرتك كفايه ما تفتحيش ليه؟ وبعدين بقى في العربيه 90 دي يا هانم حوادثك كترت قوي، اسمحي لي بالرخصه من فضلك. هو اللي غلطان مش انا. تبي تقولي في المحضر زي ما انت عايزه. محضر؟ انا ينكتب لي محضر؟ انت مش عارف انا بنت مين؟ القانون يا هانم ما يعرفش ابن مين ولا بنت مين. المساله دلوقتي في ايدين البيت. تحب نكتب محضر يا بيه؟ لا مفيش داعي، جت سليمه. بس الهانم تبقى تاخد بالها بقى مره تانية. انت اللي تبقى تاخد بالك. الشارع مش معمول عشان حضرتك، معمول للعربيات. يعني اللي ما عندهمش عربيه يندسوا؟ ده كتير قوي يا هانم، البيت كتر خيره وسامحك وواجب تعتذري له. خلاص انتهينا. انا متاسفه. مبسوط دلوقتي؟ اتفضلي مع السلامه. بس فهم حضرتك اللي ما عندهمش عربيات برضه بني ادمين، والكلمه الطيبه احسن من الانزاحه الفارغه دي. بلاوي ايه اللي بتتحدف على الواحد دي؟ اسمع. نعم. انت بتعرج ليه؟ ايه عايزه تمنعيني كمان نعرج؟ انا ما كنتش فاهمه ان رجلك جرى لها حاجه. اهو جرى والبركه فيكي. اطلع اركب. لا ممنون، لا تكسري الرجل الثانيه بعدين. سلام، دمك خفيف قوي. لا العفو، اسم الله على دمك انت. اتكلي على الله اتكلي. اطلع اركب بلاش غلبه. ما اقدرش اسيبك كده. ايه استغربت روحك ولا ايه؟ ما ترغيش من فضلك، اطلع وبس. امري لله. ما تقول عايز تندلق فين؟ وبس ايه لازمته الشخص ده بقى؟ يا سيدي عايزني اطبطب عليك. اسمعي، اذا كنت حضرتك متضايقه مني انا هنزل المحطه الجايه. محطه؟ تفتكر نفسك في اتوبيس. مش متضايقه ولا بتاع، بلاش خوت. طيب اذا كان كده هنزل في باب اللوق. باب اللوق؟ عشان ايه تسكن في باب اللوق؟ عجيبه، عشان ما عنديش عربيه وفي وسط البلد واقدر اوصل لها كعادي. طب ما تجيب عربيه. واجيب منين؟ انا راجل على قدي. ليه على قدك؟ ربنا عايز كده. تشتغل ايه؟ ما تنطق. ما بشتغلش. ليه؟ كله ليه؟ عشان مش لاقي شغل. لازم كسلان. ابدا والله زي اللهلوبه. على كده بقى مش متعلم. اهو ده يجوز، لاني ما عنديش غير ليسانس بس. ايه؟ انت عندك ليسانس؟ ايوه يا ستي مع الاسف. اسمك ايه؟ هو يعني المحضر اللي احنا كنا هنكتبه في الاسم هنكتبه هنا؟ يا سيدي بسأل. الله. اسمي امير محرم. امير؟ أيوة. يا مضروب، النبي اسمك حلو. الله يحفظك. بس يا خسارة كتير عليك. الله يحفظك برضه. انا متشكر جدا. اسمع، انت متأكد انك ليسانسيه؟ وايه لازمة السؤال ده تاني بقى؟ خد الكارت ده وقدم نفسك لوكيل دايرة محسن بيه العنتيبي. انا هكلمه في التليفون. تضحك ليه؟ انت اسمك ابتسام؟ ايوه، غريبة جدا.
ليه؟ الاسم مش عاجبك؟ والله هو عاجبني، بس يعني كتير عليك شويه. سعيدة. اسمع، ابقى قول لي النتيجة في التليفون، نمرتي في الكارت. وهو كذلك، متشكر. اتأخرت كده ليه؟ أنا اتخضيت عليكي خالص. هعمل ايه يا بابا؟ غصب عني، اصل كنت هعمل اكسيدون. أكسيدان؟ هو الدكتور مش منبه عليك إنك ما تسوقيش الأوتوموبيل بنفسك؟ ما هو كنت هفضل اسمع كلام الدكتور، يقبل لا هاكل ولا هشرب ولا هخرج بره، مش بزياده الابر والادويه والكلام ده كله. ده مش كله علشان صحتك يا بنتي. بكرة لما حالة قلبك تتحسن تبقي تعملي كل اللي أنت عايزاه. حصل وخلاص يا بابا، انت هتفضل تدقق عليا. طب بس إيه مناسبة العصبية دي؟ ده علشان صحتك. صحتي ما فيهاش حاجه، بس سيبني على حريتي. وعلى فكره، كلم وكيل الدايره وقول له ان في واحد جاي له بكره من طرفي ومعاه كارت بتاعك، لازم يشغله. بس كده من عينيا الاتنين. اتفضل يا امير افندي. شكرا. ايوه، سعادة البيه كلمني عنك. انت عندك ليسانس؟ ايوه بيه. عظيم. هندي لك فرصه 3 اشهر في قلب القضايا تحت التمرين، وده هيكون شيء مهم جدا في تحديد ماهيتك. مؤقتا جعلنا لك ماهيتك 12 جنيه في الشهر. اشكرك قوي يا بيه. طيب واقدر استلم العمل امتى؟ ممكن من بكره. طيب وهو كذلك، متشكر قوي يا بيه. العفو. ميرسي يا فندم. عليك يا امير، انا مش قايله لك 100 مره ان في اوامر هنا ما حدش يجي اصل ابدا. بقول لك عندي خبر فوق الاوامر. خبر ايه والاوامر هتبقى؟ قولي لي الايه؟ الراجل الشيخ اللي بيجوز الناس، المأذون بتاع حتتكم اسمه ايه؟ اخس عليك يا امير، ليك بعض ساعات فصول. فصول كويسه، بس فهميني. افهمها بتقولها لي 60 مره كل يوم وكل ساعه. النهارده بصفه خاصه ليها اهميه كبيره جدا. يا فندم ممنوع زيارات هنا ابدا الا يوم الجمعه. مفيش مانع، بس يعني تقدري تبلغي المريض بالنيابه عني ان لقيت وظيفه ب 12 جنيه. صحيح. اخس عليك، ما فرحتنيش من الاول ليه؟ وانت ايه يهمك من كده يا ضحى؟ ما هو يا حضرة رئيسة لما يبقى عنده 12 جنيه يقدر يصرف على المريض ويشوف راحته. طب يلا روحي شوفي شغلك دلوقتي. حاضر. مع ذلك يا فندم انا هبلغه، بس الاهم من كده انك تبلغ اهله في البيت. طيب برضه معقول. ده نهار الهنا. الحمد لله اللي جه ادمي على البيت ده خير. وهي ضحى لما تلف الدنيا تلاقي عريس زيك. وانا يعني لما الف الدنيا هلاقي ضفرها. وفي الحكومه الوظيفه دي؟ لا. خساره. وخسارتها ايه؟ ميري ويبقى لها معاش. ميري براني كلها محصله بعضها. المهم ان انا اصبحت دلوقتي مرتاح. وفين الوظيفه دي؟ في دايره محسن بيه العنتيبي. مين؟ محسن بيه العنتيبي. انت تعرفيه ولا ايه؟ لا ابدا، انا بس امال لا، زي اللي سمعت ان سيره الراجل ده مش كويسه. غريبه، اللي سمعته انا عكس كده. راجل ذمته زي البرلنت. وعلى كل حال انا مالي وماله، انا مجرد موظف عنده. خلاص يا ابني، اكل العيش يحكم. مبروك. يعني بعد اذنكم نحدد يوم الخميس لكتب الكتاب. اوام كده؟ ده انا بقالي سنه بستنى اليوم ده. غيرك بيستناه بال20. غريبه يا ست رؤية، كل ما بسمع صوتك وكل ما بشوفك. ايه برضه بتشبه عليا؟ لكن على رايك يخلق من الشبه 40. يوم الخميس اوعى حمراء. الا لو حمرقت انت. انا اللي حمراء ده في المشمش. تمسوا بالخير بقى. يسعد مساك يا ابني. على فكره ما تخضوش على ضحى، هتاخر معايا الليله. ليه؟ التذاكر في جيبك ولا الروايه هتتغير بكره؟ يا شربطاتك يا ست معلم، تمسوا بالخير بقى. يسعد مساك يا ابني. مع السلامه. الف نهار مبروك، الف نهار مبروك يا اخي. لكن يا ست ام علي، هنسيبه يستخدم عند الراجل ده؟ امال هنقطع عيشه؟ نسيبه يتوظف عند الراجل اللي قتل ابوه، وهو هيعرف منين؟ خالتي وخالتك واتفرقت الخلاء. اقول لك الحق، انا مش مرتاحه. الو. ايوه يا فندم. الافندي الجديد. حاضر. محرم افندي. افندم. تليفون. متشكر. العفو. الو. اهلا وسهلا. العفو يا هانم.
والله صحيح فاتتني. فاتتك؟ يا سلام، دي كلمة برضه يا سي أمير. فاتتك تتشكر لواحدة ما هنش عليها تسيبك من غير شغل. اخصى عليك يا بايخ. فعلا دي قله ذوق مني صحيح، وانا لازم اجي بنفسي اقدم الاعتذار. والنبي ايه؟ تكلف خاطرك للدرجة دي؟ يا سلام، تمشي من عندك لغاية عندي وانت رجلك بتوجعك. يسلم الاوتوموبيل اللي وجع رجلي، ده انا جيلك ماشي على عينيا. ايوه، دقيقه واحده. وحياتك يا حضره الرئيس، احنا بنخلص امتى بعد الظهر؟ يا ناس يا اللي ما بتفتشوش، هنا محل شغل مش محل غراميات ورد فات. ايه ده يا حضره اخصى الرئيس؟ عليكم. الو الو، مين الادب ده؟ لا مؤاخذه، مش انا وحياتك اللي قفلت السكه، ده حضره الرئيس هو ما كانش يقصد. الساعه 6 بدقيقه. 6 بالدقيقة هتكون حضرتك في الرانديفو وجواب الرفد في جيبك. يا سعاده البيت ابتسام هاني بنت محسن بيه. العنتيبي؟ ايوه. يا خبر اسود، مش كنت تفهمني يا اخي؟ ده انا قلت ادبي خالص. ما هو انت ما كانش عندك علم وانا هفهم الهانم. اعمل معروف، ده شيء يكسف. هو في معرفة بينك وبين الهانم؟ ايوه. ارجوك تشرح لها موقفي، وبالمرة ادي انت شايف كتر الشغل عندنا وغلاء المعيشة، ادي انت فاهم بقى. مع السلامة يا امير افندي، مع السلامة. من دلوقتي؟ لكن ده لسه بدري على الميعاد. وماله، عمل ما تحلق دقنك وتغسل وشك وتبقى عال. شوف يا امير افندي، من هنا ورايح مالكش مواعيد في المكتب. مع السلامة يا امير افندي، مع السلامة. كتر خيرك. مع السلامة. خلاص، ما دام اعتذر لك انا قبلت عذر. وانا بالنيابه عنه اشكرك. وحضرتك يا سعادة البين ما كنتش كلمتك في التليفون، ما كنت سألت عني. ازاي بس؟ انا يعني قلت يمكن تكون جرأة مني اكتر من اللازم. اديك عرفت انها لا جرأة ولا حاجة. اعمل حسابك بعد كده هتقابلني كتير. امرك يا هاني. من فضلك بلاش هنا. حاضر يا هاني. الله. حاضر. وهنسهر فين الليلة؟ والله انا يعني لسه مستلم وظيفه النهارده، ما ربنا امر بالستر خليها لاول الشهر. اسلفك على الحساب، ومع ذلك ده ما اسموش سلف. انت ضيف الليلة. اهي دي اللي مش ممكن اقبلها ابدا. يعني ايه، بتعمل تكليف؟ لا ابدا، المساله مش مساله تكليف ولا حاجه، انما اسهرك في الحته اللي اقدر على مصاريفها. فين؟ معايا والسلام. كمان 2. لا لا لا، كفاية قوي. هي لازم الضيافة بالبعزقة؟ خلاص مش عايزين بقى. تعرف ان فكرتك جميلة، القعدة هنا هادية قوي. انت لازم بتيجي هنا كتير. احيانا. والاحيانا دي بيكون معاك. ايوه. يا ساهي، اتاريك اخترت الجزيرة. اوعى تكون جايبني هنا عشان لا ابدا يا ابتسام هاني، اوعي تفكرك كده. ليه، هو عيب؟ لا مش الغرض، بس ما يصحش. تحب ننزل نتمشى شويه؟ ما احنا كويسين هنا. امرك. اوعي تكوني زعلت عشان قلت لك ننزل نتمشى سوا. مش مهم. يعني زعلتي؟ ايوه. ايه اللي اقدر اعمله عشان اصالحك؟ حقك عليا يا ستي. امير. الله، مالك؟ لا بس اصل عندي ميعاد. شيء بارد، ايه الكلام اللي صد النفس ده؟ اصل الميعاد اللي عندي مهم جدا. ميعاد ايه؟ ولما كان عندك ميعاد خرجت ليه؟ يعني اللي عندك ميعاد معاها تقدر تستناك. مش ممكن. تكسفني؟ المسألة مش مسألة كسوف. امال قصدك ايه؟ مفيش، بس الناس اللي مستنيني في الشارع ما اقدرش اسيبهم. اما انك الادب صحيح. اول مرة اشوف راجل يهني ويجرح شعوري. انا غلطانة اللي اتسرعت، ما كانش يصح اطلع مع واحد زيك. ما تخافش، هوصلك للي انت رايح لها. الله، ابتسام مالك؟ الحقني حالا، قلبي قلبك؟ وصلني بيه. حاضر.